الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض رز بلبن. قبل ما ابدا الفيديو اشكر من داخل مصر وخارج مصر كل الناس اللي بتدعم القناه، وربنا يوفق الجميع. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه. بص يا ستي، انا جبت كوبايتين ميه اهي، هنحط عليهم كوبايه رز ونسيبها على النار. حطيت كوبايتين ميه وهحط عليهم بقى كوبايه رز كده واسيبها تستوي. ماشي يا جماعه، ادي الرز اهو ما شاء الله استوى ازاي، شايفين؟ كوبايتين الميه على كوبايه الرز ما شاء الله. هنضيف بقى اللبن، هنضيف بقى اللبن. ماشي، نقلبه كده. ماشي، ونيجي مع بعض. بعد ما حطينا اللبن نحط بقى السكر. ماشي، السكر ده حسب ما انت عايزه. ماشي، النشا ولبن بودره هنحط بقى عليهم الميه واقلبهم واحطهم على الرز بلبن. دلوقتي يا جماعه نحط النشا. بصوا اهي، طبعا حتى لبن بودره معاه. هقلب بقى كده. ماشي، زي بتاع المحلات اللي بره بالظبط يا جماعه. كل ما بتكتري اللبن والرز بيبقى قليل يعني عن اللبن، بيبقى بيعمل لك الكرمشه بتاعت بتاعت المحلات. ماشي، وتحطي انا حطيت حته قشطه يا جماعه، بس كنت حاطاها في الفريزر. بصوا المنظر والله، شايفين؟ ما شاء الله، شايفين؟ هنقعد نقلب بقى كده لغايه بس انا مغطيه عليه خالص يعني، مش معليه على النار عشان طعم النشا. ماشي، خلصنا الرز اهو، هنحطه بقى في الطبقان ونيجي مع بعض. خلصنا يا جماعه الرز بيعمل، بصوا ما شاء الله، شايفين؟ ده بقى سيبوه شويه بره، تحطوه في التلاجة يعمل لك الكرمشه بتاعت بره. وبألف هنا وشفا.